مساء الخير حبايبي المتابعين، شلونكم؟ يا ربي الكل بخير. حبايبي اليوم راح نسوي أطيب بسكت وبمكونات كلش بسيطة وإن شاء الله متوفرة بكل بيت، والنتيجة مثل ما تشوفون روعة وإن شاء الله يعجبكم. خلونا نسوي المكونات. بداية حبايبي أحتاج 3 أكواب من الطحين، ظرف واحد من البيكنج باودر، ظرف واحد من الفانيلا، شوية عندي رشة خفيفة من الملح، كوب إلا ربع من السكر، سكر عادي، كوب إلا ربع من الزيت، بيضتين، ملعقة كبيرة حليب باودر، وهنا عندي تقريبا نص كوب من حبيبات الشوكولاتة. بداية هنا عندي كاسة راح أنزل بيها بيضتين ويا السكر، مثل ما قلت لكم السكر حبيبات عادي يعني مو باودر. راح أضيف ظرف واحد من الفانيلا أو أخلطها بخلاط اليدوي، هذا ما يحتاج لا خلاط كهربائي ولا أي شيء، كلش سهل وبدقائق إن شاء الله نسويها. هنا حبايبي خلطتها لحد ما صارت اللون كريمي أبيض. هنا عندي الزيت راح أضيفها بمرحلتين، شوية راح أضيف وأخلط، وبعدها همينة أضيف المتبقي من عنده وأخلطها. وهنا ضفت حبايبي الزيت المتبقي، راح أخلطها كلش زين بهذا الشكل. هسه هنا عندي ملعقة كبيرة من الحليب الباودر، أخلطها ويا المكونات تتجانس بهذا الشكل. هنا تشوفون صارت عندي هذا القوام الحلو. هسه راح نجيب الطحين ويا ظرف البيكنج باودر والملح، أنزل كمية من الطحين وبعدها ظرف واحد من الفانيلا، أخليها مباشرة على الطحين ويا رشة خفيفة من الملح. ضروري حبايبي نضيف الطحين بالتدريج بهذا الشكل. هسه ما راح أحتاج الخلاط، راح أجمعها بيدي للسهولة. مثل ما تشوفون هنا دا أجمعها بدون عجن، بس نجمع العجين بهذا الشكل، نضيف شوية شوية ونجمع وهكذا. طبعا كلش سهلة، ب10 دقايق تتحضر وطعمها كلش كلش طيب، صدقوني يعني البيت كلها راح تتعجب على الطعم والريحة، خصوصا إذا ضفتوا حبيبات الشوكولاتة كلش طيبة، ينطيلها فد ريحة كلش طيبة. إن شاء الله تجربوها وأنا متأكدة راح يعجبكم. هنا حبايبي كملنا العجن، بقى عندي تقريبا ملعقتين من الطحين ما راح أضيفها، اكتفيت بهذا الكمية. هسه هنا عندي نص كوب من حبيبات الشوكولاتة، راح أضيفها فوق العجينة مالتي. وإذا ما متوفرة عندكم الحبيبات تقدرون تستغنون عنها، بالصراحة كلش طيبة. إن شاء الله متوفرة عندكم حتى تاخذون نفس الطعم اللي أنا سويتها. هنا جمعنا العجينة وخليناها تتماسك ويا الحبيبات اللي ضفناها. ما شاء الله شوفوا شلون حلوة صارت. هنا عندي صينية الفرن، خليت شوية زيت مسحتها بالفرشة بهذا الشكل. هسه راح أجي أشكلها، التشكيل مالتها كلش سهل. أخذ كمية بالملعقة حتى تطلع عندنا كلها كميات متساوية أو الأحجام كلها متساوية بهذا الشكل. مجرد ما أكورها أضغط عليها براحة الإيد تطلع عندي بهذا الشكل. راح أكمل كل الكمية بهذا الشكل. هنا ما شاء الله طلعت عندي صينيتين تقريبا 35 قطعة، شكلها يجنن قبل الفرن طبعا. هسه هنا خليتها بالفرن، فرن حامي تقريبا، حميتها 10 دقايق وخليتها من الأسفل على درجة 180، بس أخذت لون بسيط خليتها من الأعلى، وهاي شكلها والاستواء مالتها كلش حلو. وتقريبا 10 دقايق تاخذ بالفرن أكثر شي. هنا حبايبي شوفوها بطبق التقديم بعد ما بردت بالكامل، شكلها ما شاء الله يشهي. تقدرون تقدموها ويا
كاس من الحليب أو فنجان من القهوة أو النسكافيه حسب ما أنتو يعجبكم. هذه كانت وصفتنا اليوم حبايبي، أتمنى عجبكم وإن شاء الله تجربوها وألف صحة وعافية على قلبكم. لهنا انتهت الفيديو اليوم حبايبي، إن شاء الله أشوفكم بوصفات ثانية وأحلى وأحلى، ومع ألف سلامة.